ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا مي. النهارده هنعمل حلا من بواقي كيك، حاجه كده فخمه. بصوا، احنا هنسميه طاجن السعاده عشان هو فيه سعاده كده في تحضيره وفي اكله كمان. من بواقي كيك كده هنعمل حاجه فخمه قوي كده، يعني لذيذه قوي. هنحتاج بقى بواقي كيك شوكولاته بقى او كيك فانيليا على حسب اللي موجود عندنا، وكمان هنحط اي توبنج على الوش احنا بنحبه. يعني مش شرط نحط الكراميل، اي نوع فاكهة ممكن. لو كيك فانيليا هنحط اي نوع فاكهة واي حاجة احنا بنحبها، وممكن برضو بدل الكراميل نحط جناش شوكولاتة. وكمان هحتاج كوباية كريم شانتيه وعليهم معلقتين باستري كريم ومعلقتين سكر ومعلقة كاكاو، ده لو احنا هنعمل الكريمة بالشوكولاتة يعني. تمام. لو الباستري كريم اكيد يعني مش موجودة عندنا كلنا، طبعا ممكن نستغنى عنه جدا جدا جدا. يعني هو بس بيحلي طعم الكريم شانتيه شويه، بيخليه زي الحاجه اللي احنا بنشتريها من بره من المحلات وكده. بالنسبه للميه حطيت كوبايه لكل كوبايه كريم شانتيه، كوبايه ميه ساقعه متلجه. وممكن نحتاج شويه كمان لو حسينا ان احنا قوام الكريمه بتاعنا سميك شويه، نحط معلقه لمعلقتين كده يعني. افضل بقى اضرب الكريمه كده على اعلى سرعه جدا، شويه حلوين كده لحد ما قوام الكريمه يكون متماسك كده ويوصل معانا بالشكل ده. كده خلاص بقى ابدا اقلبه تقليبه كده بالسباتولا، واحطه كمان في الكيس بقى، سواء بقى كان كيس تلاجة او كيس كده حلواني. ونظبط بقى التظابيط ونركنها في جنب كده عشان نبدا ان احنا نعمل القالب بتاعنا. عشان نسقي الكيك هنحتاج كوباية حليب دافي عليهم معلقة نسكويك كبيرة كده، ونبدأ ان احنا نقلبها. وطبعا ما ننساش ان احنا ناخد لنا بق صغنون كده من النسكويك. وجاهز كمان الكراميل كده، احطه في الكيس بقى عشان كل حاجة تبقى جاهزة كده، ونبدأ ان احنا نشتغل في القالب وما نحتاجش حاجة تانية بقى، يعني يبقى كل حاجة جاهزة. بالنسبة للكراميل هنحاول ان احنا نطلعه شوية كده قبل ما نجهز حتى التظابيط اللي احنا ظبطناها دي، عشان يبقى سهل ان ينزل الكراميل من الكيس. ماشي. نبدأ بقى ان احنا نحط طبقة كيك كده، ونبدأ كمان ان احنا نسقيها بالصوص اللي احنا عملناه اللي هو الحليب والنسكويك. ووزع بقى طبقة كريمة كده على في القالب كده بقى على الكيك، ونحاول ان احنا نظبط كده الطروف وما نكونش شكلها مش وحش، احنا عايزين كل حاجة تبقى شكلها جميل. طبقة كريمة كده فوق الكيك عشان طبقة الكيك تبان وطبقة الكريمة تبان متساوية كده ومظبوطة. وبعدين بقى نبدأ ان احنا نحط طبقة الكيك تاني بقى، ونظبط بقى التظابيط بقى القالب بتاعنا. هنتعامل بقى مع الكيك كده اكنك بتلعبي بازل بالظبط كده مع الولاد، يعني بحب اللعبة دي قوي. ابدا ان انا املي الفراغات كلها وما اسيبش ولا فتفوته كده. طبعا كده في واحده في الاخر كده قطعه صغنونه فاكلتها. ابدا بقى كده، انا كنت هتهور هنا. بعدين نسيت ان انا ما حطيتش النسكويك، ما سقتهاش. فابدا بقى ان احنا نسقيها كده، وبعدين بقى نكمل الكريمه بقى، نحط الطبقه الاخيره دي. بعدين بقى نبدا نحط الكراميل بقى. بس هو كان صعب ان هو ينزل من الكيس عشان كان ساقع كده. اسويها بقى كويس جدا كده، وطبعا بقى شويه كريمه كده احطهم بقى اربطهم كويس، وبعدين ادخلهم الفريزر. ولما يجي بواقي كيك تاني ابقى اطلع الكريمه، اسيبها يعني دقيقتين كده تفك شويه، وبعدين ابدا ان انا اضربها بالمضرب تاني ترجع كريمه زي اللي احنا عاملينها عادي اكننا لسه عاملين. ابدا بقى ان انا يعني حاولت ان انا اعمل كده في الكراميل، قاعده امسكه كده والعب بيه شويه عشان يبدا ان هو ينزل من الكيس، لانه كان صعب قوي ان هو ينزل.
يعني زي ما نكون سخنته بايديا كده. بعدين بقى بدأت ان انا اعملها زجزاج كده رايح جاي رايح جاي بالكراميل. وطلع الشكل التحفة ده. وبعدين حطيت شوية شوكولات شيبس كده. بعدين بقى ندخلها التلاجة تقعد لها بقى 5-6 ساعات بقى، يوم كامل. براحتك بقى. هي كل الحاجات دي كل ما بتقعد في التلاجة بتبقى طعمها احسن. كده بقى الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير وباي باي.